ازيكم؟ تعالوا النهارده نعمل الشاورما، وهنعمل كمان معاها التوميه، بس التوميه اقتصاديه شويه. بس اول ما نبدا الفيديو ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم يا رب. تعالوا بقى نبدا على طول الفيديو. ليه بقول لكم توميه اقتصاديه؟ لان التوميه بتحتاج زيت كتير، بتحتاج مايونيز، فانا عملتها بزيت قليل وعملتها من غير مايونيز خالص. يلا نبدا. اول حاجه هنجيب الفراخ نقطعها تقطيعه الشاورما، وبعدين هنجيب زبادي، مش هاخد منه كل ده، هسيب فيه حوالي معلقتين كده. وبعدين هنجيب خلطة الشاورما دي من شيفي ماكس، حلوة جدا، هنفضيها كلها. ده تقريبا نص كيلو من صدور الفراخ او الشاورما. نحط عليه معلقة كده من الزيت مع التتبيلة دي، ونقلب كله مع بعضه كويس جدا عشان الفراخ تمتص او تاخد من الشاورما حلو قوي. نقلب بقى حلو علشان زي ما قلت لكم كل المكونات تندمج مع بعض، وهنركنها، هنسيبها يعني تتبل كويس. هجيب توم وسكر وملح، معلقتين كده كبار من التوم، معلقه صغيره من السكر، ومعلقه كبيره من الملح، عليهم 3 معالق صغيرين من النشا او 4 معالق من النشا، وهنحطهم على البوتاجاز، وعليهم نص او ربع كوبايه من الميه، ربع كوبايه من الميه. هنقلب كويس جدا عشان التوم بس يفك، انما لو التوم عندك فريش تمام. قلبي الاول على البارد علشان النشا ما يتكتلش، وبعدين هنرفعهم على البوتاجاز، هيبتدوا يتقلوا لحد ما هيوصلوا لقوام شفاف، جيلاتيني كده شفاف زي ما انتوا شايفين. بصوا اللون بيتغير ازاي، بس كده هو ده المطلوب. هاخد القوام ده وهنروح على الخلاط او الكبة المتاح يعني. هنا لو اي كانت بتعمل لكم قلب. هاخد بقى الخليط اللي احنا عملناه ده ونحطه في الخلاط، تمام، وهنحط عليه خل، وهنحط عليه زبادي. في الوقت ده لو انت عندك مايونيز عايزه تحطي حطي، بس انا ما حطيتش زي ما قلت لكم علشان اخليها اقتصاديه. هنا زودت معلقه من اللبن عشان الزبادي كان قليل، فلو انتوا عندكم، انا كان عندي خلص فحطيت معلقتين من اللبن. وهنا حطيت معلقتين تقريبا او 3 كبار من الزيت. عملوا لي بولة التومية اللي انتوا شفتوها في الاول دي، عملت بيها سندوتشات اللي انا عملتها، خلصت بيها كل الكميه وتفضل كمان. فبصوا ما كملناش يعني زيت خالص، طلعت حلوه جدا. هنا بقى هنجيب الوok بتاعنا، هنسيبها تسخن شويه، وهبتدي انزل، ما حطيتش ولا زيت ولا اي حاجه لان هي فيها زيت اوريدي، فكفايه. هنزل كفايه لكل حاجه صحيا واقتصاديا يعني. هنزل بيها واحده واحده وهسيبها بقى كده تاخد لون من تحت الاول، وبعدين هبدا اقلب فيها. لما احس ان هي استوت من تحت هبدا اقلب فيها علشان كله يستوي. نبتدي بقى نقلب كده، تمام. انا بحب اضيف لها بصراحه بصل وفلفل، لو عندكم فلفل الوان تقدروا طبعا تحطوا، مش حابين تزودوا اي حاجه وحابينها كده بس طبعا تقدروا تحطوا. طبعا لو في خيار مخلل هتبقى حلوه جدا، بس انا ما حطيتش المره دي يعني، بلاش. هنا بقى الفراخ اوريدي خلاص استوت، هضيف بقى البصل وفلفل اخضر، الفلفل الرومي عادي، بحب طعمهم معاها بتبقى حلوه جدا. بس طبعا براحتكم، تقدروا طبعا كمان تزودوا بطاطس محمره معاها، بيبقى ميكس لطيف ولذيذ. وطبعا تقدروا تحطوا جبنه يعني، بس دي الشاورما اللي هي العاديه البيزك يعني. وبس هنا كانت خلاص استوت. هنجيب بقى طاسه تانية عشان نعمل فيها العيش او نحمص فيها العيش. هجيب العيش افرده كده بالشكل ده، وهجيب التوميه والسوق اهي، تمام. لو عايزينها اتقل من كده زودوا نشا شويه، زودوا نشا في الاول وهتزود زيت عشان الزيت هو اللي بيربطها مع بعضها، بس انا شايفه ان هي كويسه كده. بس نحط بقى الشاورما كده ونبتدي ان احنا نقفل. عملتها معاكم زمان قبل كده من كذا سنه على القناه، كانت الشاورما بقى والتوميه الاصليه، بس دي يعني توميه كده كده وكده. وبس حمصتهم بقى على الجريل، وخلاص كده خلصنا الشاورما. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.